مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشني جدا، بتوحشوني والله من فيديو للتاني. شايفين؟ ايه رأيكم؟ هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي او العوامة زي ما بيقولوا عليها في بعض الدول. حاجة كده جميلة وسهلة ومن غير اي تكاليف. ويلا كده نخش على المقادير ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيشوفنا لأول مرة، أنا اسمي أمنة ودي قناتي، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشرفوني بالاشتراك. بصوا يا جماعة، هي مش مكلفة خالص. كوبايتين دقيق كده هننخلهم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما فيهاش أي تكاليف، وهنعملها بقى على أصولها وهتعجبكم بإذن الله. وما تنسوش اللايك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كوباية كمان، هما كوبايتين يعني كوبايتين دقيق لازم ننخلهم طبعا. وأي دقيق على فكرة لازم ننخله كده، بندخل فيه هوا ونخليه كده يبقى حاجة جميلة كده إن شاء الله. معلقة خميرة، معلقة يعني معلقة كبيرة بس مش مليانة مطرعمة، معلقة كده. وحطيت نص بس معلقة سكر. ما تزوديش السكر، علشان لما بتزودي السكر هتلسع بسرعة، تبقى مش مستوية من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هحط معلقتين من النشا علشان تبقى مقرمشه كده من جوه ومن بره. اللي بيحبها مقرمشه يحط معلقتين، مش بيحبها مقرمشه قوي يحط معلقه واحده كفايه من النشا. دي مقاديرنا يا جماعة، ما فيهاش أي تكاليف. زي ما شفتوا كده حطيناش غير الدقيق وشوية الخميرة ونص معلقة سكر. وهنزل دلوقتي عليها ومعلقة، أنا حطيت معلقتين نشا بس مش بيحبها مقرمشة قوي، يعني بيحبها كده نص نص، يعملها بمعلقة واحدة بس. ودلوقتي أنا نزلت عليها بكوباية مية دافية. المية تبقى دافية عشان الخمر يبقى سريع سريع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نفضل بقى ننزل بالميه شويه شويه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وبرده الميه دافيه زي ما قلت لكم. خدت مني تقريبا حوالي كوبايتين الا ربع، كل دي حسب يعني حسب نوعيته. نفضل بقى نزود الدقيق شويه بشويه كده وبالمضرب كده لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. تخمر شويه ونشتغل بيها على طول، يعني حاجه سهله جدا وجميله جدا، والصغيرين بيحبوها والكبار بيحبوها. بس كده. عايزه تضربيها في الخلاط اعمليها في الخلاط، عايزه تعمليها بالمضرب اعمليها بالمضرب، بس مش مستاهله خلاط ولا حاجه، هي بالمضرب اليدوي كده على طول. بس خلاص كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ هي طبعا لما هتخمر هتتقل سنه عن كده. شايفين القوام؟ ما تبقاش بقى لو تخينه بتبقى مكتومه، ولو خفيفه اكتر من كده هتفرش معانا. وهي ما فرشتش زي انتم ما شفتوا كده في اول الفيديو. يعني العجينه كده مظبوطه 100%. اللهم صل على النبي. بس هنغطيها بقى ونحطها في مكان دافي كده ونسيبها شوية. نيجي بقى للشربات، كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية وعصرة نص ليمونة، ونحطها على النار من غير تقليب من غير أي حاجة. ولما خلاص يعني قربنا هنطفي عليها، بننزل عليها بشوية فانيليا أو شوية قرفة حسب بقى مزاجكم وحسب الطعم اللي بتحبوه. اللهم صل على سيدنا محمد. بس زي ما انتم شايفين كده سبتها على النار شويه، عقد الشربات وبقى زي الفل. ركنته بقى ورجعنا بقى للعجينه بتاعتنا. بصوا خمرت بسم الله ما شاء الله بقت عامله ازاي. اللهم صل على النبي. نجيب بقى طاسه مش كبيره عشان ما تاخدش مننا زيت كتير، انتوا عارفين الزيت دلوقتي بقى تمنه عامل ازاي. نزلت الخمر كده ونبدأ بقى نعملها على طول بإذن الله. جبت الطاسة دي مش كبيرة عشان الزيت يعني يبقى عميق شوية. الله أكبر الله أعظم. الأذان بيدن زي ما انتم شايفين كده.
طبق بقى وفيه شوية زيت، احط المعلقة فيه وابدأ اخد كده وننزل على الزيت على طول، وما نعليش النار قوي، يبقى النار متوسطة. سهلة ما شاء الله وبسيطة، ولو بنت صغنونة كده دخلت مطبخ هتعملها. بس اهم حاجة فيه ان احنا هنقليه مرتين، يعني عشان تبقى مقرمشة معاكي وحلوة وما تطراش، حتى لو قعدت معاكي يومين ولا اكتر ما تطراش ولا يجرى لها اي حاجة. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نقليها على مرتين. اول مرة قلية بسيطة كده زي ما انتم شايفين كده، مطلعاه فاتحة كده، عملت صينيتين اهمت بالكوبايتين اللي انا وريتهم لكم، ما زودتش حاجة زي ما انتم ما شفتوا. هرجع بقى اسخن الزيت تاني واخد اللي قليته دوت وارجع اقليه مرة كمان بعد ما يبرد هو شوية، وكمان الزيت برد. بدأت تاني بعد شوية حطيت تاني الزيت على النار وهبدأ بقى اقليه القلية التانية. مهم قوي يا جماعة القصة ديت. ولو عايزين زي ما هو كده تشيلوه وتعملوه في اي يوم تاني عشان يبقى سخن، يعني مثلا تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها والباقي تشيلوه. شايفين اللون؟ تشيلوا الباقي مثلا زي ما هو كده قليه مره واحده، تشيلوها في التلاجة. وقت ما انتم عايزين تطلعوا الكميه اللي انتم عايزينها تقلوها القليه التانية وتحطوه وتنزلوها على الشربات. شايفين بقى لونها يجنن ازاي؟ عمرها بقى ما تطرى معاكم حتى لو قعدت قد ايه، وتفضل كده مقرمشه وجميله وطازه وطعمها حلو. تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينه، والباقي زي ما قلت لكم تتشال زي ما هي كده في التلاجة عادي، مش في الفريزر ولا حاجه. دولت الحبه اللي انا هشيلهم بقى، يعني انا مش هعمل الكميه دي كلها، كتير علينا قوي. ده عملته بالشربات، والطبق التاني وريته لكم الاول معمول بالسكر. اللي بيحب بالسكر البودره ماشي، اللي بيحب بالشربات ماشي، والباقي نفرزه. ايه رايكم بقى؟ خدتش اي حاجه وجميله ومش مكلفه، ويا رب تعجبكم. تصبحوا على خير.